موضوع منتشر أوي اليومين دول يا جماعة. هل أنت تعتقد إن الزواج اللي بيكون فيه رقاصة وبنات عريانين بترقص، اللي هم لابسين لبس مبين جسمهم، وأصحاب العروسة واللي بيزغرطوا واللي بيرقصوا واللي بيصرخوا واللي بيغنوا والكلام ده كله، وفي رقاصة موجودة، هل تعتقد أن هذا الزواج فعلا، أنا بتكلم عن المسلمين، هل هذا الزواج كان على سنة الله ورسوله؟ يعني أنا ساعات بلاقي المأذون بيكتب الكتاب وقاعد في القاعة ورقاصة واقفة وراه. هل هذا الزواج، الراجل بيقول على مذهب أبو حنيفة وعلى سنة الله ورسوله، هل هذا الزواج كان على سنة الله ورسوله إن يكون في رقاصة واللي يكون في بنات لابسين قصير ومبينين جسمهم؟ هل هذا الزواج كان والعروسة كمان بتبقى مبينة جزء من جسمها وبتقعد ترقص قدام العريس وقدام صحاب العريس؟ مش مشكلة قدام العريس، قدام صحاب العريس وقدام الناس الغريبة اللي موجودة في القاعة. هل هذا الزواج فعلا، هل هذا الزواج كان على سنة الله ورسوله؟ هل دي سنة الله ورسوله؟ هل هذا مذهب أبو حنيفة إن تقعد ترقص وتجيب رقاصة وتغني رجعوا نفسكم، دي مش أفراح مسلمين يا جماعة، دي مش أفراحنا. إزاي جواز يطلع فيه مغني يقول كلام مش كويس، أو تطلع فيه رقاصة مبينة جسمها وتقول لي إن الزواج ده، وقبلها الشيخ لا وبيشغلوا أسماء الله الحسنى في الأول، يعني عشان ربنا يبارك في الزواج. انتوا في إيه؟ يعني مش فاهم انتوا إيه بالظبط؟ يعني إزاي رقاصة بتيجي فرح مسلم وان هذا الزواج كان على سنه الله ورسوله، والمأذون اللي بيقول كده؟ يعني المأذون قاعد في كتب الكتاب، قاعدين في القاعه ورقصه بتستعد جوه، عشان لما المأذون يخلص ويقول ايه كان على مذهب ابو حنيفه النعمان وعلى سنه الله ورسوله، يخلص المأذون تيجي الرقاصه ترقص بعد المأذون على طول ما يمشي في كتب الكتاب لما بيكون في القاعه. بترقصي فين يعني؟ وانتوا لابسين ايه؟ انتوا داخلين ايه؟ مش فاهم ايه اللي انتوا لابسينه ده.